السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع كوريات الارز يعني بالسلق. يعني سموهم كما حبيتوا، عجيجات، كوريات، المهم وصفه خفيفه ظريفه و ميم طون غنيه. هنا مباشرة في المكونات ولا المقادير. عندي كاس الحجم هذايا تاع الكاس اللي كنت حطيت فيه رز كان طايب في الماء فقط بالملح، ما فيش الزيت. يعني تعمدت هذه المرحلة نديرها، يعني هذا الزيت ما نديروش باش يجيني معجن. عندي حبيبه تاع البطاطا صغيره اللي كانت طيب لي مع المرقه تاع مع الشوربه، نحيتها وحطيت كميه من السلق اللي كنت قليته، يعني دبلته في الزيت. يعني شويه تاع ملح، فلفل كحل. يعني الملح البنات السلق ما يحبش بزاف الملح، دونك رشه تكفي. شويه تاع الثوم وكيما راكم تشوفوا دبل لي. عندي كذلك بياض بيضه واحده، صفر خليته بجه، وملح فلفل كحل، يعني ديروا كميه قليله. عندي كذلك كميه من الكومونبير للاسف يعني هذه النوعيه ماشي كاع مليانه، ما عجبتنيش صراحه. سيتي لا بروميير فوا اني نستعمل هذه النوعيه. لكن نتوما ديروا واش حبيتوا، يعني تقدروا ديروا فروماج فوندو، تقدروا ديروا غرويير، يعني الجود بالموجود. هنا راني خلطت هذوك المقادير مع بعض، حطيتهم كامل في الليان وبديت نعجن فيهم كيما راكم تشاهدوا معايا. بعدها يا البنات رحت شديت هذوك، يعني خليط اللي حضرته. من بعد لاحظت هنا باللي نسيت ما حطيتش لا شابلور يا البنات. على بالكم رمضان في الايام الاخرين يبدا يهاوش فينا، يخلينا نقولوا ماشي في عقلنا. الحاصل تفكرت بلي ما درتش لا شابلور، رحت حطيت 2 ملاعق من لا شابلور، يعني حتى تولي تقدروا تتحكموا فيها فقط. هاي ليك يعني العجينه تاعي كوا سميوها كيما حبيتوا. شديتها ورحت فتحتها، يعني تضغطوا عليها شويه هكا، تفتحوها قسمه، تحطوا كميه من الحشو وتعاودوا تكوروها مباشره، نحطوها في الفرينه ومن بعد في البيض. هنا البنات اللي حبت تزيد تحطها في لاشابلور تحطها، انا فقط هنا كيما نقولوا حنايا على بالكم رمضان ياماتو الاخرين بداو نليكيديو، دونك سيت نزرب الحاله باسكو كنت فريمون كانوا عندي بزاف شغالات. دونك فوالا، سينون حبيتو تزيدو ترمدوهم في لاشابلور كيما حبيتو. يعني كل هاد الافكار عباره عن طرق نتوما تدو منها فكره فقط. فوالا، هاني وريت لكم الكره الثانيه، وبعدها حاولت اني ما نزيدش نطول عليكم يعني في الفيديو. رحت كملت وجدتهم ورحت درت المقله تاعي تسخن، وهاي ليك كورتهم في الفرينه وحطيتهم في البيض مباشره في هذيك الزيت. هنا البنات انا كنت قدمتهم يعني مع اون صوص بلانش او شامبينيون اللي كنت حضرتها فقط. هنا ما حبيتش نديرها لكم لانه سهله، ما كذبش عليكم دوك نقولها لكم شفهيا. شديت المقله ديالي، حطيت كميه تاع الزبده وقليت هذاك شامبينيون، يعني صوتيته في الزبده. بعد ما صوتيته نحيت هذوك لي مورسو وحطيت فيهم كميه من الفرينه، يعني مغرف ملعقه، ملح فلفل كحل ولا نواد موسكات كيما حبيتو. خلطوها مليح وبرقوها بالحليب، يعني حتى تولي لكم كوم اون بيشاميل، هذا ما كان. و بيان سور خليوها تكون شويه ليكيد باش تجي كوم اون صوص. بعدها قدمتها مع هاد الكوريات اللي عاودت حطيت عفوا الشامبينيون، عاودت رجعته لاصاص وحطيته سربيته مع هاد الكوريات. هنا المقله يعني راكم تلاحظوا فيها كاين واحد هكذا تخشات ولا هادوك تاع الديول، لاني كان سبق ليا وكنت قليت الديول باش رحت قليت هادوما هامليك. بعد ما كنت نقلي فيهم كيما راكم تشاهدوا. صفر البيض هذاك اللي كان قعد ليا البنات كنت حطيته باش يعني نرمد فيه هاد الكريات، واكيد محشي يكفيني صفر واحد، دونك زدت له حبيبه تاع بيض واحده اخرى كامله. خلطتهم مليح ورمدتهم فيه في هذاك البيض. هاني هنايا نقلي فيهم
تحبوا ديروهم على شكل أصابع، تحبوا ديروهم كي المعقودات يعني يجوا هابطين، يعني كيما حبيتوا، فقط كفكرة هذا ما كان. فوالا يا البنات، هاي ليكم لاسيت تاعي بعد ما كنت حطيت فيها هذيك لاصوص وزينتها شويه هكذا بالحشيش وحطيت الكريات. نشاهدكم ان شاء الله في الجنه اكيد، يعني كفكره فقط حبيت نبارطاجيها معكم. لما لا، قلت ربما تعطيكم فكره اخرى، انكم يعني من فكره تخرجوا بفكره اخرى. هاي ليكم يا البنات لاسيات، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم هذه الفكره. ويعني واش نقول لكم، السلق راهوك بكثرة وقته، وزيد بزيادة فيه فوائد كثيرة. حاولت هاد الأيامات يعني نوكل، يعني عندي بنية صغيرة، بنيتة صغيرة، دونك حبيت نوكلها يعني هاد شوية السلق هذا يعني بعدة طرق، مهم تاكلو. ان شاء الله تكون الفكرة نالت الاعجاب ديالكم. هاي ليكم هنا رحت قسمت لكم الكورية. بون شوفوا هنايا راح تروماركيو بلي هذاك الكومونبير ما جاش فريمون يدوب. اولا النوعيه تاع الكومونبير ماشي مليحه، لكن نتوما اللي جات يعني اللي تستهواكم تحطوها في هذاك الحشو، تحبوا ما تحشيوهاش كذلك تجي بنينه. فوالا يا البنات، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم وعلى قلوبكم. ما تنساوش تشاركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تخلونا آراءكم في التعليقات، تدعموني بلايك. والسلام.